رسميا وعاجل أخبار اليوم الكل من فريق الرجاء البيضاوي وفريق الوداد البيضاوي وكل ما يتعلق بالميركاتو الصيفي للفريقين. باش ما نطولوش عليكم نبداو في أخبار اليوم. أول خبر مع فريق الرجاء البيضاوي. حسب قناة الكاس أن المدرب الألماني اتفق مع الوحدة السعودي للانتقال إليه، ولكن بعد دقائق كيجينا محمد بودريقة بالتغريدة ديالو الوحدة الرجاوية، وهذا الشيء اللي كيدل على أن المدرب الألماني مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي. ودائما مع فريق الرجاء البيضاوي حسب الموقع فيلغول أن فريق الرجاء البيضاوي اتفق مع الأهلي المصري على إعارة محمد ضوي كريستو مع عدم أحقية الشراء، وهذا ما يعطل الصفقة لحد اللحظة، وأن فريق الرجاء البيضاوي تريد إعارة مع أحقية الشراء. وثالث خبر مع فريق الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة يؤكد أنه اتفق مع الترجي التونسي على شراء عقد اللاعب رياض بن عياد بصفة نهائية.